النهاردة هنعمل أشطوطة المانجا، هنعملها في دقيقتين بس. أسرع وألذ كيكة مانجا هتجربوها، طعمها فوق الخيال. الوصفة كمان النهاردة برعاية برنسس جوري، هي حابة تصورها ليكم. أشطوطة كده مليانة مانجا جوه وبره، هترطب علينا في الجو الحر ده. قبل ما نبدأ وصفتنا، لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نقول المقادير. معانا 6 معالق كبار من الدقيق، هننزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنقلب المكونات الجافة الأول مع بعض كويس. بعدين ننزل بمعلقتين من الزبدة أو الزيت أو السمنة المتوفر، عليهم فنجان كبير من المية، وهنضرب بالمضرب اليدوي لحد ما نوصل لقوام الكيك اللي احنا عايزينه. هو ما يبقاش خفيف قوي سائل يعني أو تقيل قوي. لو خف منكم نقدر نزود معلقة دقيق، ولو تقيل نزود مية أو حليب. هنجيب قالب خاص بالميكروويف، ونقدر طبعا ندخلها الفرن زي ما احنا متفقين من 5 ل8 دقايق في الفرن. الميكروويف الأول هنديها دقيقة، وبعدين هنديها دقيقة كمان، هنفتح ونديها دقيقة كمان. هنا بعد الكيك ما طلعت من الميكروويف وهديت، هنسيبها تهدى تبرد بسيط. معانا فنجان من الحليب، عليه فنجان من عصير المانجا. هنخرم الكيك كده بالشوكة زي ما جوري عملت، أو ممكن بالستيكس بتاع الشيش. وبعدين هنقلب الخليط بتاع التشريبة بتاعة الكيك، وننزل بقى بالكلام الجميل ده معانا على الكيكة كده بتاعتنا، ونسيبها لحد ما تتشرب. هتاخدوا كده كيكة يعني غرقانة كده ومسقسقة في الحليب والمانجا، طعمها وهمي بجد. لو حابين تدخلوها الفرن هتدخل من 5 ل8 دقايق حسب الفرن بتاعكم. معانا هنا الكريمة، هنا هي بعد ما اتشربت معانا الكريمة وقطع المانجا. هي قالت لي افردي انتي الكريمة عشان ممكن هي ما تعرفش تظبطها، هي كانت ضربها خفيف شوية، بس انا سبتها يعني تكمل وصفتها للاخر. انا كل اللي عملته ان انا قطعت لها المانجا وساعدتها في تحضير المقادير. هنرص كده، هنحط كده المكعبات بتاعة المانجا كده. وصفتنا خلاص خلصت. هي حبت تضيف لمسة كمان ليها، هتضيف لها من عصير المانجا. وخدوا عندكم بقى احلى قشطوطة مانجا هتجربوها، غرقانة في الحليب والمانجا، وعلى الوش كريمة ومانجا وعصير كمان. نقدر ندخلها التلاجة شوية تجمد، هترطب بقى على قلبكم عشاق المانجا بقى، يعني حاجة كده والطعم فوق